بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ما شاء الله على بركة الله جبت لكم هاد الميني بيتزا أو خبيزات محشيين بنفس العجينة اللي خدمتها معاكم الآخر مرة، تاع خبيزات محشيين مغلوقين ونفس الحشوة، يعني تقدروا تنوعوا نوعين بها. عجينة رائعة وتصلح لكامل المخبوزات بدون أي مشكل. وبالنسبه للحشوه تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا الطون طوماط، تقدروا ديروا واش حبيتوا. توكلوا على الله حبيباتي وبسم الله. لما ننساو دائما نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اولا نبداو بالعجينه، كما قلت لكم هي نفس العجينه اللي خدمنا بها المره اللي فاتت للخبيزات المحشيه. هنا المقادير امامنا. عندي 300 ملل حليب اللي هي حوالي كاس ونص حليب دافي، نزيد لها ملعقه تاع خميره خبز، ملعقه سكر ونخلطهم مليح. نزيد لهم 70 ملي نتاع ماء تاع زيت، حوالي 7 ملاعق تاع اكل، وواحده علبه تاع ياغورت طبيعي الوزن تاعها 125 غرام. ممكن تعوضوها بكاس تاع بنفس العبار تاع تاع البن او غايب. وهنا نصف ملعقه تاع خل ونصف ملعقه نتاع ملح، ونخلط كامل المكونات التوعي ونزيد لهم دفعه واحده 500 غرام نتاع فرينه طحين ابيض. خلطهم فقط كما راكم تشوفوا، يندمجوا المكونات ونغطيها ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. خلوها تختمر حوالي ساعة. هنا نروحوا للحشوة تاعنا. درت حبة بصل صغيرة قطعتها مكعبات صغيرة، ملعقتين زيت في مقلاة وحمستها حتى ذابت كامل. بعد ما ذابت زدت لها 200 غرام تاع لحم مرحي. كما قلت لكم الحشوة ممكن تستعملوا اي حشوة تصلح لكم. نبقى نحرك باستمرار حتى طيب اللحم تاعي. ثم عندي حبة طماطم كبيرة او 2 صغار نقطعهم مكعبات صغيرة، ونزيد التوابل. عندي شوية فلفل اكحل، فلفل اسود شويه فلفل اسود حوالي نص ملعقه صغيره، نص ملعقه كبيره تاع فلفل احمر حلو اللي هو البابريكا، وملح، وملعقه تاع طماطم مصبره. ونخلط الكل ونخلي الطماطم تطلق الماء تاعها، ونخليها ايضا حتى تنشف كامل من الماء، يعني ما يبقاش فيها ماء كما راكم تشوفوا. هنا الخبز العجينه تاعي خمرت. بعد ما طلعت مليح نقطعها، نحي لها كامل هذوك الغازات ونقطعها كويرات، حجم كل وحده حوالي 60 غرام، ونحطها ترتاح شويه هذوك الخبيزات. ثم بواسطه كاس كما شفتوا نسي نضغط عليها في الوسط، ندهن طروف بالبيضه، بيضه تكون مخفوقه، ونعمر الحشو في الوسط، نحط فيها حبه زيتون ونرش الجلجلان اذا تحبوا، ونخليها تختمر. بعد ما تختمر نطيبها على 230 درجه. بعد ما تخرج من الفرن ندهنها بزيت زيتون. وهذه هي الوصفه تاعنا بعد ما خرجت من الفرن، وصفه شهيه وبنينه بزاف. كما قلت لكم هي نفس العجينه ونفس الحشوه اللي خدمنا بها الوصفه اللي فاتت. يعني عجينه هايله هايله هايله، تستاهل يعني فريمون تخدموا بها لا ماجوريتي تاع المخبوزات تاعكم. هذه يا حبيباتي الوصفه تاعي لنهار اليوم. ان شاء الله حبيباتي تعجبكم، ونقول لكم احبكم في الله، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جايين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.